الصداقة بين الجنسين في الأعمار السنية اللي هي من 16 ل 24 سنة، وممكن بعد كده نتكلم على ال 24 وانت طالع، ودي بيبقى حاجة اسمها بقى ايه، دخلنا في السيريس ريليشن شيب والكلام ده كله وأضرارها طبعا. بس هنتكلم على المرحلة العمرية اللي هي 16 ل 24 اللي هي المرحلة الثانوية لانتهاء الكلية، وتأثيرها على مستقبلك في العملي، وتأثيرها على صحتك النفسية، وتأثيرها على صحتك الجنسية. فاقعد لآخر الحلقة وما تنساناش باللايك والشير والمتابعة، وهتستفاد صدقني. وكمان محدش هيقولك الكلام ده، ويمكن اللي فاتوا القطر وبيسمع كلامي دلوقتي يقولك يا ريتني كنت انا سمعت كلامك ده وانا في الفترة اللي كنت فيها اقدر اعمل مستقبل ليا. طيب، التأثير، بصوا يا جماعة، الفكرة كلها هي هرمونات. يعني انت هرموناتك بتضرب بتنقح عليك. الفكرة هل انت هتعرف تسيطر على هرموناتك دي في الطريق الكويس، ولا انت هتسيب هرموناتك اللي تسيطر عليك وتاخدك لطريق اللي الصداقة. طبعا الصداقة هي الكلمة الجميلة. انا ضد الصداقة ولا مع؟ انا ضد الصداقة. مع ان هي حرام ولا حلال؟ لا، انا مع ان هي طبعا حرام، لانه انا عارف بعد كده حاجة اسمها سد، واخواتنا اللي في الشريعة الاسلامية ممكن يعرفوا الكلام ده. حاجة اسمه ايه؟ سد الذرائع. يعني ايه؟ بمعنى صاحب البلدي كده، الباب اللي يجيلك منه الريح سد واستريح. تمام. فسد الذرائع ده يعني انت بتقفل اي حاجة شكلها كويس بس هي اصلا هتوديك لمفسدة. خلاص، هي هتوديك لمفسدة او مصلحة بتجلب مفسدة، فدي بتعتبر من الحاجات المحرمة يعني. خلاص تمام. انا مش جاي انا برضه اكلمك في الدين، انا جاي اكلمك النهارده في بدماغ بدماغ كده ونتفاوض مع بعض في موضوعك يعني. طب انا دلوقتي ما ارتبط بواحده وحرام اسيبها؟ سيبها صدقني، سيبها وركز في مستقبلك. ركز في مستقبلك. هي لو ليك هتبقى يعني جايه لك وهتجيلك يعني، ما ولا هتستناك ولا بتاع يعني. المهم مستقبلك العمل يا صديقي هو بيبتدي من مرحله الثانويه. تمام. فلا اله الا الله، ما تفهمش بيحصل ايه، بتلاقي نفسك انت هوب شط مط شحط محط هوب ايه شط او شده شط شطه مطه، فاهمني؟ بقى عندك واحده انت بقيت كده قلبك بيهفهف عليها. انا بكلمك يعني، بص، في الفترة دي فبيحصل عندك الهرمونات بتضرب عليك فجأة، بتلاقي نفسك بتسمع اغاني، واغاني الحب الجميلة الجياشة، وعمرو دياب الاحمر حلو عليكي والاصفر بتاعه عليكي ومش عارفة ايه بيتف عليكي، ما علينا يعني. والحب تلاقي جاني جاني وخدني ووداني، وسايب انت كليتك وسايب دراستك، او يعني فاهم، وسايب حياتك. او خلينا في الاول في الثانوية. وبعد كده برضو عشان تبقى انت الواد والروش وبص كذا وبتاع مع الاصدقاء، وشفت انا عارف مين وصاحبة مين وكذا كذا، ويبقى صاحبك برضو في صاحبك غلبان مركز في دراسته، تقول له يا عم بقول لك ايه، ده عندها واحدة صاحبتها هنخرج بكرة ما تيجي وبتاع. طبعا الصرف كله بيكون من فلوس الوالد اللي بيشتغل عشان يجيب لك فلوس الدرس اللي هتنفعك. اسمع بس مني واهدى، ويعني عايزك كده ايه، تفهم الدنيا ماشية ازاي. خلاص. وانا هدفي النصيحه، هدفي ان انا انصحك، عشان انت لو في المرحله دي اقف صدقني، وقف الدنيا كلها وابتدي ركز في مستقبلك وعيد اولوياتك. فاللي بيحصل بتلاقي نفسك ها وخرجنا وبتاع، طبعا فلوس الدرس بتتضرب، سواء كانت فلوس كليه بتتضرب، او انت شغال شغل مثلا بتتعب فيه بتصرفوا عليها. شحن الكارت، خلاص انت بقيت راجل البيت، معرفش ازاي ولا اله الا الله، بقيت بتغير عليها وانت لسه لا خاطبها ولا زفت. وابتدى دماغك تتشتت. اهي دي اللي تهمني بقى، دماغك تتشتت. هنيجي هنا نقفل قصة مستقبلك العملي، لان انت كده في الدمر خلاص. ادينا وصلنا، دماغك اتشتتت. اذاكر ازاي وانا دماغي مشتتة؟ بتوحشني، اعمل ايه؟ بموت فيها وفي صوابعها، ما اقدرش استغنى عنها. بعشق صوابع رجليها، انا ما اقدرش. النفس اللي بتتنفسه بحب استنشقه. خلاص انت دماغك مش شايف. انت شايف الحروف كلها اللي في الكتاب ولا في البتاع فيها قلب. تكلم صاحبك وكذا وعملنا واتخانقنا امبارح وكذا، وصاحبك يقول لك ده انا شفتها امبارح او اتخيلت بيها مع مش عارفه مع مين، تقول لك لا ده انا والله كنت نازله مع ابن خالتي وبابا، تقول لها ابن خالتك وابن خالتك ينزل معاكي ليه لوحدكم؟ لا، المفروض يتصلوا بيك طبعا، يستأذنوك يعني. المفروض ابوها كمان المفروض يعني ان هو يستأذنك طبعا، لان انت ايه الحبيب يعني المنتظر، فالمفروض يستأذن. يا ابني ما تعيش الوهم وركز في اولوياتك. انا مش بقولك انت يعني الخير كتير قدام، بس الخير كتير قدام، بس انت ابقى حاجة الاول يعني. انت ابقى شيء وبعد لما تبقى شيء نشوف الشيء ده بقى بيحتاج ايه، فاهم؟ لكن انت حاليا لا شيء.
انت انسان فقط يعني، فاهمني؟ يا ربنا كرمك عن الحيوانات بس بالعقل عشان تمسك نزواتك يعني. ما علينا. فانت في المستقبل العملي ضايع، يتقلب معاك في الثانويه تلاقي نفسك داخل حاجه انت لا حاببها ولا هي حباك، زي الكليات العامه بتاعت العاديه يعني، اللي هي اللي فيها معظم الناس يعني، الشعب كله موجود فيها، سواء يعني الحاجات اللي سهله يعني. فبتخش حاجه انت مش حاببها، او حاجة انت كان ما نفسكش فيها، فبتلاقي نفسك انت متخرج من حاجة انت مش فاهمها، لان انت مذاكر برضو مش حاجة بتحبها. بلس كمان ان انت لسه معاك القصة دي، طبعا حبيبتك اللي انت كنت ضيعتك في الثانوية سابتك اصلا يعني، بقى عندك واحدة تانية، سبت سوزي، قابلت انت ميمي القلب الطيب اللي ما هيستلمك في فترة الكلية. ممكن تبقى ميمي وسوسو ولولي وكوكي، تمام؟ دول معاك زمايلك سنة في سنة لغاية لما تخلص الكلية تطلع ايه؟ فاشل باشا بدرجة امتياز. طيب هنيجي بعد كده ده المستقبل. طب نفسيا بقى انت بتتدمر نفسيا، لان انت بتخش في علاقة بتضغط نفسك فيها، بتخش في عواطف متتالية مع هرمون مع كذا، فبتلاقي نفسك انت بتتأثر نفسيا بالمواضيع دي، وبتلاقي نفسك زي ما قلت لك مش مركز في الحياة. يعني في حاجات حلوة كتير جدا في حياتك المفروض تعملها في الفترة دي اللي هي من فترة ال 16 ل 24 سنة. يعني اقلهم يا اخي الرياضه اللي هتظبط لك نفسك جنسيا. يعني انت لما تبقى عندك، بصوا يا جماعه، لما يبقى عندك 24 سنه وانت فاشل دي كارثه يعني، فاهم؟ ان شاء الله عندك محاوله اتنين وتلاته، مش نهايه العالم. انا فاهم ده كويس، بس يعني انت فوتت 8 سنين الالماظ بتوع عمرك يعني. دول الماظ اللي هم فتره اللي الناس شايفاك فيها ينفع تتعلم. الناس شايفاك في الوقت ده ينفع تاخد كورس، افهم الكلام، ينفع تتعلم انجليش، ينفع تتعلم تاخد كورسات وبتاع مش عارفه ايه زياده، تنفع تلعب رياضه وبتاع، وابوك بيصرف عليك بقلب. ركز في الحته دي. بعد كده الموضوع ما بيبقاش زي الاول، فالفرص اللي كانت متاحه اصبحت عبء عليك دلوقتي، لان انت لازم تحققها بايدك مش بايد والدك، لان والدك هو اللي كان بيصرف عليك. والدك مش هيصرف عليك العمر كله. ولو فرضنا ان في 10% بيصرف عليهم والده، في 90% مش هيحصل كده. خلاص والدك بعد الكليه يقول لك يا ابني والله كذا كذا كذا، لو قدر يساعدك هيساعدك. مش هيقعد تقول له انا عايز اخد دراسات متقدمه يقول لك عينيا يا ابني يا سلام خد، مش هيحصل الكلام ده، لان الدنيا مش ناقصه يعني. خلاص. يقول لك يا باشا مع نفسك بقى اشتغل وقوي نفسك. فلما انت تزق الزقه دي ويتقال لك روح اشتغل وقوي نفسك، لازم تكون انت في الوقت ده جهز نفسك. ولا انا غلطان؟ لازم تكون واخد كليتك اللي انت بتحبها، شاطر تمام، فانت قادر تشتغل حاجه كويسه تجيب لك دخل كويس يقدر يخليك يعني تتطور، تبقى اول في السلم يعني، تتطور او تطور من نفسك من شخص مثلا في ليفل معين في الانجليش يخش في الليفل التاني بصرفه. لما ابوك يلاقيك كده هيساعدك. خلاص. طيب فده كل دي بتعتبر عليك ضغوط نفسيه، بلس ان انت ممكن تلاقي نفسك تقول لك كل الستات خاينه. يعني تلاقي نفسك كده في واحد يقول لك ايه، انا اتصاحبت كتير فاهمني وعرفت بنات كتير وبتاع وكلهم شمال وكلهم، خلاص بقى ابتدى يعمم كله شمال والدنيا شمال في شمال فاهمني، وانا ما بثقش في واحده وبتاع. فده خلاص ده اتدمر، ده دماغه ايه بقت بفتيك، ده باظ. وفينا واحد تاني بتلاقيه شاكك، ودي اللي بتبقى الامراض النفسيه اللي لما بعد كده بيتجوز بقى واحده، طبعا هو ما بيتجوزش اللي بيبقى عارفها طبعا خلاص لانه لعب كويس فيها، فما بيخشش في الموضوع ده. وانا هخش بايه في النقطه الثالثه اللي هي صحتك الجنسيه بقى. طبعا الفتره ده يا جماعه هي مش فتره نظيفه خالص يعني. انت لو بتتكلم في التليفون فانت بتقول لها انت عامله ايه، لابسه ايه، اخبارك ايه، كذا. طب ابعتي لي صورتك، طب مش عارفه ايه، تبعت لك صورتها بالحجاب، طب لا انا عايز اشوف شعرك، سبت شعرها، طب انا عايز اشوف رجلك، سبت رجلها، طب انا عايز اشوفك كلك، وهكذا. والفيديوهات تضرب وايه ونلعلع الدنيا مع بعض، ونتقابل ونبوس ونحضن وايه، نعمل الحاجات اللي نفسنا فيها، لان احنا خلاص يعني احنا يعني طبعا الفيديو اللي فات كان عن الخطوبه، فما بالك انا كنت بقول لك خلي بالك في الخطوبه ان هو فخ جنسي، ما بالك الصداقه. وكل ده في الهوا. صدقني يا ابني كل اللي انت شايفه ده هوا. يعني ايه هوا؟ يعني وهم. يعني ايه وهم؟ يعني الشيطان عرف يضحك عليك. انت واصله معاك؟ انت فهمت الكونسبت جاي من او الفكره جايه منين؟ انت الشيطان قاعد بيضرب حجرين معسل على دماغك فاهمني، وبيشرب كاسين في صحتك. هو مبسوط باللي انت بتعمله لان هو مدرك كويس اللي انت بتعمله ده هتسبب بيه بعدين.
هتقول ده الدنيا والحكاية والدنيا واتجوز ازاي، ومنهم لله ومني لله ومن ابويا لله وامي اللي ضيعتني وخالتي اللي سقطتني، وانت السبب. انت وسحلبوزك السبب. انت عمال تجري ورا سحلبوزك شايله زي الدانة وماشي، فاهم؟ موجهه لكل واحد شغال، انت فاهم؟ انت عمال موجهه عشان تضرب الدانة فين بتاعتك، فيضيع عمرك وانت ولا شيء. يضيع عمرك وانت اضعف ما يكون. يا جماعه انت لازم تبقى عارف ان سوق العمل، عشان الناس اللي بتقول مفيش شغل او مفيش او مفيش او مفيش واعمل ايه، لا هو فيه، بس هي الفكره الناس بتختار الافضل. فهمت الفكره؟ او الاميز. يعني مثلا واحد انت بالانجلش، هتلاقي واحد تاني بيتكلم انجلش فرنساوي وكده، لا اخد ابو انجلش فرنساوي يا عم. فهمت؟ لان انا بدام انتوا الاثنين واحد، يعني انتوا الاثنين هتاخدوا نفس مثلا فلنفرض 1000 حلبسه مثلا، فال1000 حلبسه دول اللي هياخدهم الشخص اللي ايه، الافضل الاميز. فاهم؟ طبعا الاميز ده ميز نفسه لانه ما كانش بيلعب في الناس ولا بيلعب في سحلبوزه زي حضرتك. فاهمني؟ انت بقالك 8 سنين وطبعا بتكمل انت. خلاص. طبعا الراجل ده برضه هتلاقيه مهتم بصحته، مهتم بدنيته، فرحان بالحياة، مصاحب صحبة نظيفة. فاهم؟ بس لكن صدقني يا ابني، وانت اكد لي في الكومنتس يعني، صحبة البنات وبتقعد على القهوة، الشيشة الجميلة، الدومينو اللذيذ، البلاي ستيشن اللي زي العسل وبتاع، وادي حياتك. ونتكلم في المجمع او في الجامعه، مجمع الكليات، ونقعد مع بعض ونبتدي نضحك. نيجي بنتقابل من الساعه مثلا 10 صباحا مثلا للساعه 6 مساء، والاهل فاكريننا في الكليه واحنا عمالين نضحك ونهزر. الاهل فاكريننا بندرس واحنا عمالين نضحك، فبالتالي نجيب تقدير ضعيف او ضعيف جدا، وبالتالي نعيد السنه، ونلاقي السنه بتمر في السنه. لكن احنا حبنا انا ولوسي بنموت في بعض عاشقين لبعض. بعد كده لوسي فجأة كده تجيلك تقول لك والله لوسي الوظت من اللعب، فهتيجي تقول لك والله يا ماما شافت ان انا كذا واخويا شافني مع بعض وبابا جاب لي واحد عشان يخطبني او كذا. فانت طبعا تنهار، ازاي يحصل الكلام ده؟ انا وانا. فانت يا سلام سلم لو كان ماسك فيديوهات عليك، ضعنا كلنا ان شاء الله، كلنا رحنا في داهية. صح؟ فيا جماعة الخير ما تقعوش في القصة دي. طبعا بعد كده بقى القصة بتاعت الفترة اللي هي بعد الكلية، لو انت مسكت نفسك في الكلام ده كله، فهي الفترة اللي اقرب للارتباط يعني. فدي هنخصص لها حلقة خصوصا لموضوع السيريس ريليشن شيب، يعني دي حلقة لوحدها هتكون للبنات للسيدات واختارتها، وجزء منه مرضي للرجال يعني او للسيدات في حتة السيريس ريليشن شيب، اللي هي ان انا بتعرف على والله انا جد، فهي تكون مثلا مطلقة أو أرملة أو أي حاجة من الحاجات دي يعني. فأقول لها ده أنا بعشق صوابع رجليكي الغاليين، بموت فيكي. وبنخش بعد كده في تفاصيل تانية نحب نقولها لكم في الحلقة اللي جاية. عامة ابعدوا عن القصص الفاحضانة دي قصص كلها ملهاش أي 30 لازمة. هتدمرك في صحتك الجنسية، لأن أنت هتلاقي نفسك بتعمل عادة سرية، أفلام إباحية، مسخن نفسك دايما، تملي عندك إفرازات، لأن أنت بتلعب، أنت تفكيرك كله جنسي أصلا يعني، عشان بس ما نضحكش على بعض يعني. فالتفكير الجنسي ده كله بيخلي نفسك انت ايه، الهرمونات ضاربه معاك، الافرازات شغاله معاك. في النهايه هتلاقي نفسك بعد مرور 3 4 سنين عندك التهابات فين؟ في البروستاتا، وده بيخلي عندك سرعه قذف. عاده طبعا برضو بتخلي عندك ضعف وقله نشاط، بلس ان القصه بعد كده قدام فيها ضعف. وربنا يستر بقى ان انت بعد كده تقدمت في العلاقه وتبتدي تعملوا حاجات اصعب من كده يعني. ما علينا. اتمنى تكون الحلقه افادتكم. حلقه نوعا ما فيها كلام كتير جدا وكان نفسي اقوله لكم، فاتمنى ان انا اكون لميت معظم الكلام ده، وانتوا طبعا فاهمين المشاكل اللي احنا بنتكلم فيها. شوف الحلقه الجايه انت حابب نتكلم عن ايه، ولايك وشير ومتابعه، واشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله.